السلام عليكم. شنو شفنا حتى التروتينات في المغرب ولاو كيسوها في الديباناج، حتى هي ولات عندها مخالفه ديال الكاس. هذا الموضوع ديجا شرحته في الفيديو اللي قبل من هذا الشيء، واليوم غادي نعاودو ناكدو. البارح دويت على موضوع ديال التروتينات في المغرب وبان غيكون التقنين ديالهم، وهذا الشيء كان صرح به وزير النقل. اليوم كلشي شاف بان الشارع المغربي وجميع المدن المغربيه دايرين حمله على هذه التروتينات الكتريك، ما كيستعملوش الخوذه ولا ما عندهمش وثيقه كتثبت الملكيه ديال ديك الدراجه بانها شاريها. ولكن انا اللي كنستغرب علاش وزاره جيزو النقل ما خرجت حتى شي بلاغ. كيفاش غادي نديروا اليوم حمله وما كاين حتى شي بلاغ كياكد بان هاد لي تروتينات خاصك تستعمل الخوذه ولا تكون عندك شهاده الملكيه ولا وثيقه كتثبت هاد الدراجه بانها في الملك ديالك. كنعرفوا بان الاغلبيه ديال لي تروتينات الكتريك فهم جايين من اوروبا، لكن شنو هو الدور ديال اداره الجمارك المغربيه اللي ما كتمنعش هادو ملي كيدخلوا التراب المغربي؟ عرف فين هي الحمايه ديال المستهلك. الا كنتي كتفكر بانك باغي تشريها فغادي نقول لك خلي فلوسك عندك، لان الوقت باقي ماشي ديال الشريان، لان هذا القانون باقي ما واضحش. ولكن اللي خصنا نعرفوا بان الاغلبيه ديال المدن المغربيه فهم دايرين حمله عليهم، ومورا هذه الحمله كاين بزاف د الحوايج مدرقين من موراهم. ولكن هاد الناس الا بغينا نديروا لهم قانون فخصنا نوفروا لهم جميع الطرق. بغيتي تعرف بصح واش خايفين عليك، غادي نقول لك سير للسبيطارات وشوف الحاله ديال الكلينيكات في المغرب وشوف واش كاينين معدات وتجهيزات وبزاف د الحوايج، وهذا الشيء موراه بزاف د الحوايج. نعرفوا بان المدونه ديال السير المغربيه فهي نسخه طبق الاصل ديال مدونه السير ديال السويد. اخوان غادي نعطيكم واحد النصيحه، اي واحد بغى يشري تروتينات فما عنده ما يدير بها، لان الاخوان غيطبقوا على بزاف د القوانين. وضروري اهم حاجه خاص تكون عندك واحد الوثيقه كتثبت بانك شريتيها، وإلا بغيتي تاخذ ديك الوثيقه فما خصكش تشريها مستعمله، فخصك تشريها من عند المحلات المعتمده، بحال شريتيها من مرجان، شريتيها من الكترو بلانيت، شريتيها من عند شاومي، فهذوك الناس كيعطيوك واحد الوثيقه كتثبت بانك شريتيها. ولكن الا عندك تروتينات اوكازيون ولا مستعمله فغادي نعطيك واحد النصيحه لوجه الله، خويا شد ديك التروتينات خزنها في الدار عندك حتى يخرج واحد البلاغ رسمي عند وزاره جيزو النقل وياكدوا فيه ويشوفوا المسطره القانونيه شنو فيها ولا شنو هما الاجراءات اللي غادي يتخذوا باش دير التقنين ديال هاد التروتينات. لان الصراحه اليوم شفت واحد المنظر اللي شفت ديباناج هازه دوك لي تروتينات وكيبان لي بانهم ناس بعقلهم، ناس دي جون ولا ناس خدامين، كاين اللي وحق الله مسكين بشكارته، ولا كاين اللي هاز باليزه ديال الخدمه ديالو وغادي بها. المهم حنا بغينا غير توضيح من عند وزاره جيزو النقل ولا من عند وزير النقل. الا بغيتوا تطرحوا واحد المقترح، علاش هذا المقترح ما كيدوش في البرلمان؟ حنا كنعرفوا بان اي قانون كيتطرح فهو كيتطرح في البرلمان وكيشوفوا الاعضاء واش غادي يصادقوا عليه ولا ما غاديش يصادقوا عليه. وكاين حتى المعارضه اللي كتعارض هذا القانون ولا اللي كتزيد اضافه على هذا القانون ولا كيكون تغيير في هذا القانون. فهاد القوانين كيف كتطرح كيف كتخرج عند المواطن ديريكت. ولكن باش انا واحد الانسان يخلص واحد المخالفه اللي هي 300 درهم في واحد الدوله اللي المعيشه ديالها غاليه والقدره الشرائيه ديال المواطن اللي ضعيفه، علاش ما يكونش واحد الثمن رمزي ولا علاش ما كيكونوش واحد الحملات تحسيسيه؟ قبل ما طبقوا واحد القانون فضروري خاص تكون واحد الحمله تحسيسيه. علاش ما يخرجوش واحد الناس وزاره جيزو النقل يخرجوا الشوارع المغربيه ويديروا واحد الحمله ويحسوا دوك الناس ويدووا معاهم، يقول لي حنا في الصالح ديالك دير الخوذه ديالك ولا استعمل ديك الخوذه. لا، حنا اسهل طريقه عندنا هي نديروا ديباناج ونديروا حمله، واللي داز من حدانا ما ديرش كاس غادي نشدوه وغادي نديوها ليه. اذا خصك تخلص ديباناج ب 100 درهم وتخلص مخالفه ديال الكاس ب 300 درهم اللي هو في مجموع 400 درهم. انا ماشي مع هاد الناس وماشي ضد هاد الناس، انا مع القانون، ولكن القانون خصو يكون في مصلحه ديال الطرف. وي الصراحه راه ما غاديش نكذبوا وغادي نكروا بان دوك الناس ولاو كثار ولاو كيستعملوهم اغلبيه الناس ناس قواصر، ولكن الله يهديهم. هادشي كيرجع للتربيه ديال الوالدين، وحتى المجتمع عنده دور كبير باش يربي دوك الناس، وحتى التوعيه كتوصل، لان بعض المرات التوعيه تقدر تعطي النتيجه ديالها اكثر من الناس ولا القوانين اللي كتطبق عليهم. فالله يهدي دوك الناس. قبل ما تطرح لي واحد القانون فدير واحد الحمله تحسيسيه ولا خرج بواحد البلاغ رسمي. علاش البلاغ رسمي ما يخرجش في الاذاعه والتلفزه المغربيه ويقولوا بان هذا النوع ولا اجباري عليهم يديروا الخوذه ديالهم ولا يديروا الكاسك ديالهم، وبان خص تكون عندك وثيقه كتثبت الملكيه. دابا في النظر ديالك هاد الناس اللي شارين هاد لي تروتينات من عند الناس اللي كيجيبوهم من برا مستوردينهم واوكازيون، كاين اللي عنده عامين دابا، كاين اللي عنده 3 سنين دابا، وكاين اللي واحد الانسان محافظ ما عمرك شفتي ما عنده شي مشكل في الطريق مع القانون. ولكن القانون خصو يكون في مصلحه ديال المواطن. الاخوان القانون راه فيه بزاف، راه فيه حتى التامين وفيه حتى الخوذه وفيه حتى الاضاءه من اللور القدام، والدراجه ما خصهاش تفوت 25 كيلومتر في الساعه. فهاد الشيء تسناو، فراه غتكون واحد اللجنه ديال المراقبه فهاد غيشدوك غيدوزو ديك الموتور ولا ديك التروتينات في الخبره. فاذا كانت فايته 25 كيلومتر في الساعه فضروري غيديروا لك الحجز ديالها وغتمشي للفوريان. حنا كنعرفوا الا مشات للفوريان بقات تما،
وهذا الشيء كامل غادي تستافد منه الدوله ماديا، وهذا الشيء كامل غيستافدوا منه الفوريالات اللي غادي يبيعوهم واحد النهار في مزاد العلني، ولا غيبيعوهم غير لاكاس ولا اللوزين ديال الحديد. شنو هو الدور ديال حمايه المستهلك؟ مادام واحد الحاجه كتدخل لبلادي شكون صرح لها باش تدخل، ولا واحد الحاجه كتباع في البلاد المواطن شكون اللي حمى المصلحه ديال المواطن. الا بغيتي تخرج واحد القانون فهاد القانون خصو يكون في الصالح ديالي، وإلا درت شي حاجه ديك الساعه نتحمل المسؤوليه ديالها. ولكن انا فين ما درتي شي، الا درتي غير في الدروبه عندكم غتلقى ضروري محلات كيبيعوا البال، كل محل غتلقى عنده 3 4 5، كاين اللي عنده 20 وحده. هاد الناس شكون اللي مسرح لهم باش يدخلوا؟ شنو هو الدور ديال اداره الجمارك المغربيه؟ هذا سؤال علامه استفهام كبيره. انا بالنسبه لي الا دخل اضافي ليهم، لان ملي غدير لي واحد مخالفه اللي هي 300 درهم تبارك الله، حسب شحال من واحد غادي يخلص 300 درهم، واللي دار مخالفه كيستاهلها. ولكن خص يكون واحد القانون اللي مبني ما بين الطرفين في المصلحه ديال المواطن والمصلحه ديال المستهلك قبل ما نفكروا المداخيل ديالو. فالاخوان ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، اللي عنده هاد لي تروتينات الكتريك من الاحسن تحطها وتخليها عندك في الدار، لان ماشي الوقت باش تستعملها دابا، لان خويا غدا ولا بعد غدا غادي تكون غادي بها، غادي يشدوك وغادي يحيدوها ليك. ولكن علاش ما تكونش واحد اللجنه ديال المراقبه ديال هاد المحلات اللي كيبيعوا هاد لي تروتينات الكتريك واش هما هومولوج؟ لان باش تقول لي تروتينات كتباع في المغرب فخصها تتبع هومولوج، خص تكون فيها الاضاءه اللور والقدام والفريناج وحتى المعايير الدوليه. ماشي اي واحد استورد اي حاجه واستفدت من الدوله في التعشير ديالها صافي نعطيوها للمواطن، والمواطن من يستعملها نحيدوها للمواطن. راه خصنا نعاقبوا دوك الناس، ولا نديروا قانون كيطبق على المستوردين قبل ما نديروه على المواطن المغربي، لان المواطن المغربي هو جزء من المجتمع، وحتى دوك الناس اللي كيستعملوهم ففيهم ناس خايبين وناس زوينين. ماشي حوته كتخن الشوارع، راه حتى صحاب الطوموبيلات فيهم ناس خايبين وناس زوينين، وحتى هما ما كيحترموش القانون. راه كدور غير في الدروبه كتلقى كلشي حاط الطوموبيل ديالو فوق التخوطوار، لي تخوطوار هو اللي كيستعمل للراجلين كيستعملوا صحاب الطوموبيلات اللي كنقولوا كلاكسون ممنوع وسط المدينه، اللي كلاكسون كيضرك بالليل وبالنهار، الناس اللي كتمشي فوق 60 كيلومتر في الساعه وسط المدينه. فراه ما يمكنش علينا الاخوان نعموا عامه اي حاجه فيها ناس خايبين وناس زوينين. حنا بغينا غير القانون يكون في مصلحه ديال الطرفين. فخويا الا بغيتي تشري واحد التروتينات فماشي هو هذا الوقت، فخزنها عندك في الدار وخليها حتى نشوفوا الاجراءات الجديده اللي غادي تكون. والا ما عندك شي وثيقه فنتمناو من وزاره الجيز والنقل دير واحد الحل جذري لدوك الناس، اللي هو تكون واحد كاتبه في مقاطعه، واللي يدير واحد استشهاد في مقاطعه بان كيشهد على نفسه بانه كيتحمل المسؤوليه ديال ديك التروتينات، وبانها ما مسروقاش، ولا بانه هو اللي شاريها هو المالك الرسمي ديالها. لان الصراحه كثره القوانين الا التفرقه ديال المواطنين، لان كاين شي كيشرق، شي كيغرب، شي كيدوي على المعيشه، شي كيدوي على الماطر الكتريك، شي كيدوي على المخالفات ديال الترقيم، لان حنا كنعرفوا بان الترقيم ديال هذا الماطر باقي فيهم مشاكل وباقيين كنعيشوهم اليوم. الناس اللي عندهم ماطر ديال الشينوا راه باقيين حدنا اليوم، كاين اللي باقي عنده عام ولا عامين وباقي ما خرجت ليه ديك الشهاده الملكيه ديال الدراجه ديالو. فكنت معكم في هذا الفيديو قصير عليكم، ونتمنى ما نطولش عليكم، ولكن الصراحه بغينا حل. صراحه انا بغيت هاد المسؤولين يعطيونا واحد الحل. حنا مع القانون، ولكن حتى دوك الناس ملي غتفرض عليهم واحد القانون فغيولوا يديو الضرائب، فمن حقهم تما طريق كتحترم المعايير ديالهم، ماشي طريق كلها محفره وداك الانسان كيخلص الضرائب ديالو وكتقول ليه قانون راه ضدك. قانون خصو يكون معاه حتى هو، لان حتى هو ملي غيخلص الضرائب فغيولي عنده حق في ديك الطريق. ففكروا مزيان ولقاو واحد الحلول اللي في صالح الطرفين. كان معكم امين في هذا الفيديو قصير عليكم. صراحه بغيتكم تشاركوا الاراء ديالكم معايا، لان كاين بزاف عندهم هذا النوع وباغيين يستعملوهم، ولكن الغالب الله. تحياتي لكم.